سيداتي سادتي، كائنات فضائية هبطت في نيوجيرسي. انفجارات غاز مرعبة شوهدت على المريخ، ونيزك ضخم دمر البلاد وقتل الآلاف في ثواني. الحكاية هتبتدي دلوقتي. ده كان خبر اتذاع في الراديو في يوم 30 أكتوبر 1938 في الولايات المتحدة الأمريكية. صوت المذيع وهو بيقول الخبر كان متضاف عليه مؤثرات صوتية زي صوت لسفن فضائية وحيوانات معدنية بتتحرك وأصوات وحوش وأصوات عواصف، أكنها نشرة أخبار حقيقية بالظبط. بس دي كانت إذاعة حرب العوالم، مسرحية إذاعية، ولكن هم قدموها بطريقة واقعية ومرعبة. الناس فعلا صدقت، الملايين خافوا، اتصلوا ببعض، والخبر انتشر في البيوت وكمان في الشوارع. البيوت بدأت تتفتح والناس بدأت تجري في الطرقات، الدكاترة والممرضين جريوا على المستشفيات، الجنود عرضوا ان هم يحاربوا الغزاة، والشرطة غرقت ب40,000 مكالمة في ساعة. في نيويورك بقى في ناس حاولت تنتحر خايفين من نهاية العالم. الصحفيين طبعوا جرايد مليانة بأخبار الغزو الفضائي، ومدن زي بوسطن وشيكاغو غرقت في الذعر. وكل ده ليه؟ علشان إعلان المسرحية كان مقنع قوي، والناس نشرت الخبر في التليفونات وفي الشوارع من غير ما تتأكد، والنتيجة فوضى عارمة، زحمة في الطرق وحوادث حقيقية. كل ده بسبب إشاعات بدأت من الخيال. درس مرعب عن ازاي كلمة واحدة ممكن توقع العالم كله. بس انتوا عارفين الأغرب من كده؟ ان دي ما كانتش المرة الأولى، ده بيحصل كل يوم. أيها المشاهد الجميل، ليه بنصدق أي حاجة بتتكتب؟ وليه ايدينا بتجري على الشير بسرعة من قبل ما عقلنا يفكر؟ وهل ممكن إشاعة تافهة تعمل كوارث؟ خلينا نكون صراحة مع بعض. فاكرين زمان البوستات بتاع التسليفة بتاعت الفيسبوك؟ لو عجبك البوست ده تدعي لي دعوة حلوة وانا ارجع ادعي لك تاني في الكومنتات. طب وبوست اقسم بالله لو شيرت البوست ده هتكسب 50,000 جنيه، فاكرينه؟ وطبعا الرسالة الاشهر على الواتساب بتاعت لو ما شيرتش البوست ده ل10 من صحابك هيحصل لك كذا وكذا وكذا. انا فاكر ان في واحد صاحبي بعت لي رسالة على الواتساب بيقول ان تطبيق واتساب هيقفل كمان 48 ساعة، اشترك بقى في الخدمة الجديدة عشان يفضل الواتساب شغال عندك. قلت له يا عم الكلام ده كذب، ما تشغلش بالك. راح بعت لي الرسالة دي جايه له من اكتر من 20 شخص يعرفه، يعني اكيد المعلومه دي صح. وهنا بقى مربط الفرس. ليه احنا دايما بنصدق الناس اللي عامله شير او الصفحه اللي اسمها معلومه تهمك؟ طب ما خلاص يا محمد يا حسن، احنا كده كده عملنا شير وخلاص، يعني ما اثرش على حاجه، يعني ما بوظت حاجه مثلا. طب خد عندك بقى، في 2018 في الاردن الناس فتحت الفيسبوك الصبح لقت صوره لعصير تانج مكتوب عليه انه مسمم وان في اطفال ماتت بسببه، والخبر ده كان مرفق معاه صور وفيديوهات. الغريب مش انك تشوف بوست زي ده، الغريب انك تلاقيها متشيره 100,000 مره في اقل من ساعه واحده، وناس بتكتب يا رب رحمتك، وناس بتكتب حسبي الله ونعم الوكيل، واحد تاني يقول لك يا جماعه انا لسه ضايقه حالا واتسممت، مع ان كل اللي اتقال دوت كذب في كده. والاشاعه دي تسببت في حاله هلع بين الاهالي، وده دفع محلات كتيره وكبيره انها تسحب المنتج ده من البيع. طب هتقول لي يا محمد يا حسن انت عرفت منين؟ هقول لك ان وزاره الصحه الاردنيه اصدرت بيان نفت فيه الاشاعه ديت، وقالت انه ده ملوش اي اساس من الصحه، واكدت ان المنتج امن ومطابق للمواصفات. الازمه دي اثرت على سمعه المنتج ده جدا وعلى مبيعاته بشكل كبير في فتره قصيره. واحده تانية، قضيه اتعرفت في امريكا باسم في 2016. في خبر انتشر على السوشيال ميديا ان هيلاري كلينتون بتدير شبكه اطفال في مطعم بيتزا. الاشاعه بدات من بعض التفسيرات الخاطئه لبعض الايميلات، وانتشرت زي الفيروس على الانترنت وعلى تويتر تحديدا. ايه النتيجه بقى؟ راجل من ولايه امريكيه صدق الاشاعه، قام خد بندقيته وطلع على المطعم عشان يحقق وينقذ الاطفال. دخل بقى وضرب نار وبهدل الدنيا، بس لحسن الحظ الحمد لله محدش اتأذى، بس اعتقلوه. وكانت النتيجه تهديدات مستمره للمطعم والاماكن اللي حواليه، وتم فصل عضو من فريق ترامب اللي دعم الاشاعه دي. وده مثال حقيقي على ان الشير السريع ممكن يؤدي لعنف حقيقي. القصص دي مش مجرد مواقف فرديه، دي ظاهره بوستات القص واللزق، الكوبي والبيست. يعني تلاقي انه في بوست بيقول انه في شخص تعرض لسرقه في مكان معين، ونفس البوست بنفس التفاصيل بيتكتب بس المكان هو اللي بيتغير، مره بقى في مدينه نصر، مره في الزمالك، مره في طنطا، وكل واحد بقى في منطقته بيصدق. ده بالعكس، ده ممكن حد وهو معدي كده يقول لك انا كنت هناك اصلا. طب نعلي بقى بالاشاعات ونقول بقى ممكن تودينا على فين؟ تفتكروا خبر علاج الكورونا بالدواء بتاع في 2020 بوستات على الفيسبوك وعلى الواتساب، ده حتى الرئيس الامريكي طلع وقال الكلام دوت، وقال انه بيعالج الكورونا الدواء بتاع والناس صدقت، وتم شراء الدواء بكميات كبيره جدا وسعره نط في السماء. بس اتضح بعد كده ان ده
كذب وملوش اي اساس من الصحه. ومنظمه الصحه العالميه نفت ده وقالت انه الدواء ده ما بيعالجش الكورونا. النتيجه ايه بقى؟ الناس اتضررت صحيا عشان اعتمدوا على علاجات غير مثبته، والسوق بتاع الدواء اتاثر في الوقت ده، وده ادى لتاخير علاجات حقيقيه لبعض الناس. ده ما وقفتش هنا بس، ده في حاجه اصلا اسمها حرب الاشاعات، عدوك بيستخدمها ضدك في وقت الحروب. وهنروح بعيد ليه؟ في كتاب كلمه السر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك بيقول ان اثناء رئاسته للجنه التحقيق العسكريه اللي هتحقق في موضوع الحفله اللي كانت معموله في قاعده انشاص الجويه ليله نكسه 5 يونيو، وطبعا الحفله كان فيها فنانات وفضلوا سهرانين للصبح، وبالتالي الطيارين ما قدروش يقوموا بدورهم في التصدي للهجمات اللي حصلت. ده اللي كان بيتقال ساعتها، والناس كانت بتقوله لبعض. واثناء التحقيق جت واحده من الفنانات قالت ان الحفله كانت عاديه وما فيهاش اي حاجه خالص، بس لو عايز تعرف سبب النكسه اسال قائد القاعده الجويه في بني سويف. الكلام ده كانت بتقوله لحسني مبارك ساعتها، فرد عليها الرئيس الراحل وقال لها اساله اقول له ايه يعني؟ قالت له ان من ضمن اسباب النكسه ان قائد القاعده الجويه في بني سويف هو اللي ساب قاعدته وبات بره القاعده ليله النكسه، ولما صحي على صوت الانفجارات طلع يجري في الشارع والناس اتلمت حواليه بقى لحد ما جت عربيه من الشرطه العسكريه وخدته من وسط الناس ومشيت بسرعه عشان تداري عليه. فسالها سؤال وقال لها هو انت شفت الموضوع ده بنفسك؟ قالت له انا ما شفتش حاجه، بس كل الناس في بني سويف شافوها وبيحكوا لبعض لحد ما مصر كلها عرفت. قال لها بس سجلات الطيران والطلعات الجويه بتقول غير كده، بتقول ان قائد القاعده في بني سويف كان في تدريب بالقاذفات يوم 5 يونيو الصبح قبل الهجوم ب5 دقايق، وبعد ما اتضربت القاعده بتاعته اضطر انه ينزل بالطيران بتاعه في مطار الاقصر. ردت عليه وقالت له الورق ورقنا يا باشا والسجلات بتاعتنا، وانهم عملوا كده عشان يداروا عليه. قام ردت عليها الرئيس الراحل وهو بيضحك وقال لها طب ايه رايك بقى ان انا قائد القاعده الجويه ببني سويف؟ وهنا الفنانه ما نطقتش. وطبعا دي كانت جزء من الحرب النفسيه باستخدام الشائعات اللي كنا بنتحارب بيها خلال فتره النكسه وما بعدها. يا جماعه الموضوع ده مش جديد، بس في عصر السوشيال ميديا بقى زي الوباء، كل يوم ملايين البوستات بتتنشر ومعظمنا بياخدها وبينزلها عنده او بيعمل لها نشر او شير وبيصدقها بدون اي تفكير. طب خلينا بقى نسيب الاشاعات وقصصها ونخش في الجد. هو احنا بس اللي كده ولا العالم كله؟ الحقيقه العالم كله، بس بدرجات. طب ليه احنا بقى كده؟ اول حاجه يا جماعه هنتكلم عنها وهي العامل النفسي. احنا كمصريين بنحب القصص وبنحب الدراما وبنحب الاثاره. لما بنشوف بوست بيقول ان في عصابه بتخطف اطفال، عقلك اللاواعي بيستقبلها كفيلم اكشن، بتحس انك جزء من القصه دي وانك بالشير والنشر انك ممكن تنقذ حياه، تحس كده انك بطل. وده بيشبه حاجه عندك اسمها الاندفاع العاطفي. علم النفس بيقول ان احنا بنعاني من حاجه اسمها confirmation bias، يعني التاكيد على اللي بنؤمن بيه. لو انت مش عاجبك حاجه معينه وجي قدامك بوست او منشور ماشي مع رايك او احساسك، هتصدقه فورا، مش هتفكر تدور او تتاكد حتى منه. كمان في حاجه اسمها فومو، fear of missing out، او بمعنى صح الخوف من انك تفوت حاجه مهمه. لو شفت اصحابك بيشيروا بوست هتقول واشمعنى انا؟ ما انا لازم اشير عشان اكون في الصوره. ده زي اللي بيحصل في الاشاعات الصحيه، زي العلاج بتاع كورونا كده، الناس خايفه فبتصدق اي حاجه تبدو حل. نيجي بقى للعامل الاجتماعي. ثقافة الكلام او الكلام اللي بيتنقل متأصلة فينا اصلا من زمان قوي، من قبل الانترنت بقى والكلام ده. كنا بنعتمد بقى على فلان قال فلان عاد، الناس بتقول او الرأي العام بيقول. الكلمة دي كان ليها تأثير قوي جدا علينا. في مصر السوشيال ميديا مش بس للترفيه، ده جزء من الحياة اليومية. بنشير عشان نشارك في المجتمع، عشان نبقى مع الناس اللي نشرت البوست. لما تلاقي 100 واحد شيروا البوست، عقلك بيترجمها بشكل لا واعي ان المعلومة دي اكيد صح، لان الناس دي كلها بتتكلم عنها. ودي بقى ظاهرة اسمها تأثير العربة. نيجي بقى للعامل الثقافي. احنا بقى مجتمع بنحب التبجيل، بنصدق بقى اي معلومه جايه من شخص كده له مكانه. وعندنا في مصر الثقافه بتعتمد على الثقه في الشبكه الاجتماعيه اللي حوالينا، الاصحاب، العيله، الجيران، صفحه الدكتور، الصحفي المشهور. وللاسف الصفحات الوهميه كتير وبتستغل ده. يعمل لك صفحه اسمها دكتور فلان الفلاني ويحط صوره لاي دكتور ويبدا ينشر معلومات مغلوطه، واحنا يعني بنصدق لان اكيد الدكتور مش هيكذب. او يعمل صفحه اسمها الدكتور فلان الفلاني ويحط فعلا صوره الدكتور ويبدا ينشر معلومات مغلوطه بس على لسانه، ويودي الدكتور اصلا في داهيه ويودينا احنا كمان في داهيه، لاننا بنصدق لان الدكتور ده ناجح جدا. الحقيقه ان الصفحه او البيج دي واخده صوره الدكتور واسمه، لكن هي مش بتاعته وعماله تقول كلام غلط على لسانه، بيبقى هدفها بس انها تجيب تفاعل او نشر كلام واشاعات في توقيت معين او الربح. اكيد شفنا صفحات كتير فجاه
اتغير اسمها او بدات تنزل محتوى ملوش علاقه باسمها اصلا. زمان كانت الشائعات بتنتشر في القهاوي والاسواق، بس دلوقتي مع السوشيال ميديا الموضوع بقى اسهل جدا. كمان احنا في مصر بنحب الخبر السخن اللي يخلي حياتنا مثيره كده، زي اشاعه الزلازل والجو ونهايه العالم يوم الثلاث الصبح بعد نزول حلقه المحقق محمد حسن بتاعت الاشاعات عشان نقهره. كل ده بيخلينا عرضه لاي معلومه حتى لو تافهه او غلط. بيوصل بينا الموضوع ان احنا بنتخلى عن اهم جزء في عقلنا وهو التفكير النقدي. ايه بقى اللي بيحصل جوه دماغنا بالظبط؟ علماء النفس بيقولوا ان احنا بنشير بسرعه لسببين. اولا حب الاحساس بالاهميه وده اتكلمنا عنه. تاني حاجه وهي الكسل المعرفي، ده بقى اصعب سبب ممكن نعترف بيه. احنا مش بنحب نفكر كتير، تشوف العنوان الجذاب من هنا تقرا سطرين وتقوم مشير. مين بقى اللي عنده وقت يدور على مصدر ولا يتاكد من معلومه؟ وده بقى بيفكرني بصاحبي لالا، مره شاير بوست عن علاج السكر بالعسل الاسود، فانا سالته قلت له لالا هو انت جربت العلاج ده على نفسك؟ قال لي لا بس في ناس كتيره مشيراه، يبقى اكيد صح. السؤال هنا بقى احنا مسؤوليتنا ايه تجاه المعلومه اللي بنعمل لها شير او نشر؟ قبل ما تدوس على زرار الشير او النشر اسال نفسك الاول مين قال المعلومه دي؟ لو مفيش مصدر واضح ما تشيرش. المعلومه دي اصلا منطقيه ولا لا؟ لو غريبه عليك ما تشيرش. هل انا شفت المعلومه دي في مكان تاني؟ لو موجوده في موقع واحد بس احتمال كبير تكون كده. هل التوقيت منطقي؟ الاخبار المهمه ما بتظهرش في بوست فيسبوك عادي. اخر سؤال بقى، انا هستفيد ايه لما اعمل شير او نشر؟ لو الهدف بس ان انا ابان اني بطل وانقذت العالم يبقى ما تعملش شير ولا نشر. استخدم التكنولوجيا والموبايل اللي في ايدك لمساعدتك. عايز تتاكد من اي معلومه بسرعه وبسهوله استخدم حاجه اسمها جوجل لينس. هتعمل سكرين شوت او هتاخد صوره للبوست وعلى جوجل لينس هترفع الصوره وتقول له انا عايز اعرف ده حقيقي ولا لا. هو هيدور ويقول لك الصوره دي او السكرين شوت دي تم استخدامها سواء في الكلام او في الصوره اللي محطوطه جواها في اي بوست قبل كده ولا لا، وهل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. او خد الكلام اللي مكتوب في البوست وحطه في جوجل واكتب معاه هو الكلام ده صح ولا غلط وشوف ايه اللي هيطلع لك. التطبيق ده سهل ومجاني وعلى تليفوناتنا كلها وممكن ينقذك من الوقوع في الفخ بتاع الاخبار الكاذبه. اتعلم تقول مش عارف، مفيش اي مشكله هترجع عليك لما تقول انا ما اعرفش المعلومه دي، بالعكس ده دليل على الذكاء والوعي. طب والنتيجه بقى؟ بقيت بتاكد من كل حاجه قبل ما اعمل لها شير او نشر، وده خلاني اكتشف ان عدد كبير جدا من البوستات اللي بتظهر لي هدفها التفاعل بس. يعني هو عايزك تتفاعل بس مع المنشور ده حتى لو الكلام مش مظبوط، حتى لو هتخش تكتب له في التعليقات ده كده، بالنسبه له ده تفاعل في حد ذاته وهيستفيد منه. في مواقع كتير بتعمل الحركه دي، بتعيش على نشر الاشاعات او العناوين اللي بتشدك اول بس لما تقراها عشان تخش وتجيب زيارات وتفاعلات، وبيستغلوا ده عشان يكسبوا من الاعلانات اللي بتكون موجوده على الموقع ده. وده خلاني احس بمسؤوليه حقيقيه تجاه اي معلومه انا بعمل لها نشر او شير. في النهايه الموضوع مش بس عن المصريين، الموضوع يخص البني ادم اللي بيتعرض يوميا لوابل من المعلومات المغلوطه، لكن الظاهره عندنا واضحه شويه. المسؤوليه الحقيقه بتقع علينا كلنا. كل شير او نشر بتعمله هو بيسيب بصمه في المجتمع، يا اما بتبني وعي يا اما بتهد ثقه. المره الجايه لما تشوف بوست مخليك متحمس او خايف او عايز حتى تشير وتجري، افتكر حلقه النهارده. خد نفس عميق وفكر للحظه واحده، مش كل ما يلمع ذهب. وبكده تكون انتهت الحلقه بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب، ومستنيين رايكم في الكومنتات. وسلام ايها المشاهد الجميل.